أصعب حاجة ممكن تمر على الإنسان لما ينظلم وما يقدرش يواجه. وأنا ما بنتكلمش بقى قدر ياخد حقه وما قدرش ياخد حقه، أنا بتكلم في ليفل تاني وأبعد بكتير. مش قادر يقف قدام اللي ظلمه ويقول له أنت ظلمتني. وده لأسباب عديدة. ممكن مثلا الشخص ده له أسرة عليك سلطة، مثلا صاحب الشغل بتاعك، مديرك، دكتور في الجامعة. حد لو أنت اعترفت إن هو ظلمك حتى لو بينك وبينه هيأذيك، او انه حد من اهلك انت مش هتقدر ان انت تعترف بده، او حد صلة دم فممكن تخسر ابوك او امك او حد يقف ضدك. صعب بقى في الموضوع ده ان الشخص ده ما تقدرش تطلعه من حياتك، ولا بتقدر تقلل علاقتك بيه، ولا تقدر ان انت اصلا تعمل اي حاجة تدل ان هو ظلمك. يعني ان هو الشخص لازم يفضل في حياتك وتقدر تتعامل معاه طبيعي وكل حاجه كانه ما عملش اي حاجه. وهي ده الصعب في الموضوع كله، لان انت ما بتقدرش تعمل معاه موضوع الاستشفاء، ان انت تقول له مثلا انت غلطت في واحد اتنين تلاته فيقول لك انا اسف فخلاص الموضوع خلص. لا، انت ظلمك بيبقى جواك وجوا مخك وقلبك، وما تقدرش حتى تقول لحد مثلا ان فلان ده ظلمني، او تقدر تقف قدامه وتقول له انت ظلمتني في واحد اتنين تلاته. ولو تحت في الكومنتات ايه اكتر ظلم ظلمتوه ومش قادرين توصلوا لغايه دلوقتي، او اصعب شعور حسيتوا بيه.